السلام عليكم. بقالي فترة ما بطلعش من ساعة الأحداث اللي كلنا وجع قلبنا كلنا تضامنا مع أهلنا في فلسطين، ولكن النهاردة هطلع بس يعني على أساس يعني هو دايما الحزن الواحد ما بيقدرش يقول فيه حاجة. وفي العادة برضو ما بحبش أطلع في أي خسارة لأهلي، مش علشان خاطر احنا بنخاف او بنتكسف، لا احنا الاهلي دايما، ولو يوم زعلني عادي ما فرحني ياما، والاهلي ياما بيفرحنا. بس في شويه نقط كده على الحروف لازم الواحد يحطها برضو ويقولها. حبيت يعني اطلع النهارده علشان اتكلم فيها. اولا البطولة المستحدثة بتاعت افريقيا يمكن الحسنة الوحيدة فيها هي ال2 مليون دولار تقريبا اللي اخدناها من المشاركة. اما الاشتراك نفسه الاداره عليها علامه استفهام ان ازاي تسيب التحكيم، وحتى لو اتكلمت برضو التحكيم الافريقي حاجه في منتهى السوء. فالنهارده الحظ السيء، العارضه، التحكيم الافريقي الفاسد اقصوا الاهلي من البطوله المستحدثه برضو. هيظل للاسف صن داونز هو عقده للاهلي العظيم. ما اعرفش الاهلي بيحصل ايه لما بيقابله 4 مواجهات اخيره ما كسبناش فيها ولا مباراه، 2 تعادل و2 خساره. صن داونز عديم البطولات اصبح عقده للاهلي مصنع البطولات. موديست مقلب. يعني يعقل انك تدخل البطوله وبحضور جماهيري كبير في مباراتين وعلى ارضك من غير اي فوز ولا اي هدف في المباراه دي. ولو رجعنا كده هتلاقي برضو ان انت عندك 5 مباريات من ساعه ما بدأنا الموسم افريقيه مفيش فوز. دي علامه استفهام كبيره جدا. افكار بقى، شويه افكار كده بصوت عالي. السولية راجع امتى؟ لان خط الوسط محتاج قائد. محمد شريف مين باعه؟ موديست مين جابه؟ سيد عبد الحفيظ مين ضحى بيه؟ واتضحى بيه ليه اصلا؟ احنا طبعا عارفين الناحيه التانية حصل فيها ايه، فهل هو مقابل ان التاني يختفي من الصوره فنضحي بسيد عبد الحفيظ؟ انا خايفه اللي بيحصل فينا ده يكون بذنبه. تقسيم الوقت والجهد البدني فين؟ مش معقول اقعد 94 دقيقه بالمنظر ده، هروله هروله هروله. المهاجم الصريح فين؟ شخصيه الاهلي فين؟ مع ان النهارده عملنا اداء عالي جدا وبالذات في الشوط الاولاني، بس يعني الحمد لله. الحظ طبعا والعارضه والتحكيم وضربه الجزاء اللي اتصدت ده كله كان مؤشرات ان هي الكره مش عايزانا مش حبانا، والبطوله كفايه علينا فيها يعني ان احنا ندخل ناخد المبلغ المالي بتاعها. والتحكيم الافريقي الفاسد لحد امتى؟ 3 ضربات جزاء ما اتحسبولكش في اول 3 ماتشات، وكلهم 100% ما فيهمش ما يركوش حتى لتقييم الحكم. هي كده كده في كتاب القانون التحكيم ضربة جزاء، وضربة الجزاء اللي اتحسبت لك اتشاطت بالمنظر ده، وضربة الجزاء الاخرانية مشكوك فيها بنسبة برضو كبيرة ضربة جزاء الاخرانية. طب وانت حتى لو ضيعت وقت، انا عارفة ان انت اول ما راح قلت هيضيع وقت ويجي، لان هو شارك في اضاعة الوقت اصلا. الحكم ده هيجي يقول لك لا ما فيش ويلغي ضربة الجزاء. طب اديني بقى الفاول على الهاند بول. لا ازاي يقول لك اسقاط؟ انا مش عارفه الحكام دول بيجوا لنا منين. يعني الحكام النخبه ما بيحكموش للاهلي. الاداره العظيمه هي عظيمه فعلا مش سخريه، بس الاداره العظيمه ليه مقصره في الملفات دي كلها؟ جماهير الاهلي هي الافضل دايما، وهي دايما رقم 1، وهي اللي عمرها ما بتاثر. في الاخر لازم نامن انها مش مكتوبه لك، وكل شيء مقدر يعني على الحلوه وعلى المره معاك يا اهلي. وبمناسبة طبعا اللي حاصل ده مفيش حد عارف يعيش حياته طبيعي لغاية ما اخواننا ربنا ياخد بايديهم، وربنا يحمي فلسطين واطفالنا واهلنا في فلسطين. واللهم زلزل الارض من تحت اقدام الكيان الغاشم الوحشي، وربنا معانا وربنا يحمينا. فلسطين حاضر.